الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب طلاب سنه تالتة اعدادي اللي طلبوا مني في الكومنتات احللهم بوكلت محافظه المنيا، زياده اللي طلب مني عملته له اهو. ان شاء الله كل اللي طلب مني كل يوم انزل لهم محافظه، واللي عايز اي بوكلت يقول لي. يلا نحل مع بعض يا اولاد. بيقول لك تبعا لقانون مندل الاول فان العوامل الوراثيه نقط عند تكوين الامشاج. هي ايه العوامل الوراثيه دي يا اولاد؟ اللي هي الجينات. لو انا عندي جين الطول مثلا اللي هو تي كابيتال تي كابيتال عند الاب، دي صفه جسديه عنده. طيب لما الصفه دي، انتوا عارفين طبعا اللي بيورث الصفه او ما يجي الاب يورث الصفه لاولاده بيورثها له من خلال الامشاج اللي هي الحيوانات المنويه، الاب والبويضات للام. طيب اثناء تكوين الامشاج ايه اللي بيحصل بقى يا اولاد؟ بتنعزل هذه العوامل، يعني كل عامل فيهم بينفصل عن التاني عشان المشيج يحمل عامل واحد للصفه. ليه بقى؟ عشان لو الحيوان المنوي تي كابيتال التقى مع البويضه اللي هي مثلا تي سمول، فيطلع انت الفرد الجديد تي كابيتال تي سمول، فانت هتطلع طويلها جين. ده اللي احنا بنسميه قانون انعزال العوامل، اللي هو القانون الاول لمندل. وقال لك فان العوامل الوراثيه تنعزل، بيحصل لها انعزال، يعني بتنفصل عن بعض اثناء تكوين الامشاج. المادة التي تكتسب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. احنا أخدنا في المفهوم الحديث للأكسدة والاختزال إن أنا لو عندي ذرة الكلور 17 هتتوزع 2 8 7، المستوى الأخراني هيكتسب 1 لأن المستوى الأخراني فاضل له 1 ويكتمل، تبقى 2 8 8 وهنا تبقى -1. مادام هي اكتسبت كده يا اولاد يبقى دي عمليه اختزال. وخلي بالك هنا بقول عمليه ما قلتش ماده. هي تفرق؟ تفرق. لو الماد او العنصر اكتسب الكترونات نسمي العمليه دي عمليه اختزال، لكن نسميه نفسه عامل مؤكسد، ما هم عكس بعض. عملية الاختزال على حسب المفهوم الإلكتروني أو المفهوم الحديث هي العملية التي تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترونا أو أكثر، إنما العامل المؤكسد هي المادة التي تكتسب إلكترونا أو أكثر. يعني أنا هنا بالنسبة لي ده بيسمى باسم العامل المؤكسد لأن حصل له عملية اختزال. بيقول لك يحسب كمية الكهربية المرة في موصل كهربي مقاومته 2200 أوم لمدة دقيقتين عند توصيله بمصدر كهربي جهده 220 فولت. هو عايز كمية الكهربية اللي هي كاف، أنا عايز أكتب المعطيات عشان المسألة تبقى سهلة بالنسبة لي. مقاومته اللي هي ميم 2200 أوم، ماشي. طيب لمدة دقيقتين، الزمن هنا لازم يتحول 2 في 60 ب120 ثانية، ضربت في 60 عشان الدقيقة فيها 60 ثانية. عند توصيله بمصدر جهد كهربي اللي هو الجيم ب220 فولت. أنا لو حطيت قدام المعطيات كده يا ولاد يبقى الموضوع سهل. انا عندي ميم وعندي جيم. طيب بمعلومات دول ما اقدرش اجيب شدة التيار من قانون اوم؟ مش احنا اخدنا ان ميم او جيم بتساوي ميم في تاء؟ يعني لو جيت اعمل مثلث الجيم هتبقى فوق والميم والتاء هيبقوا تحت، صح؟ انا عايزه الوقت شدة التيار اللي هي التاء اخبيها يبقى هتساوي جيم على ميم، يبقى هنا بالنسبة لي تاء هتساوي جيم على ميم. ما انا لو جبت شدة التيار هعرف اجيب كمية الكهربية. طيب الجيم عندي بكام يا ولاد؟ الجيم عندي ب220 فولت. طيب وميم اللي هي المقاومة ب2200 فولت، شيل الصفر قصاد الصفر، على 22 فيها الواحد، على 22 فيها العشرة، يبقى هنا الإجابة 1/10 أمبير. دي اللي هي شدة التيار. طب أنا عايزة بقى كمية الكهربية. مش احنا أخدنا برضو إن شدة التيار بتساوي كمية الكهربية على الزمن بالثانية، وان كمية الكهربية هتساوي شدة التيار في الزمن؟ طب ما انا اجيبها هنا بقى، اقول له كمية الكهربية هتساوي شدة التيار في الزمن. انا جبت اهو شدة التيار ب1/10 امبير والزمن عندي ب120 فولت. احسبوها بقى يا ولاد على الآلة الحاسبة واللي يطلع لكم يبقى بوحدة الكولوم. طب بيقولك بما تفسر تكون راصب ابيض عند اضافة محلول نترات الفضة الى محلول كلوريد الصوديوم. احسن حاجة في الموضوع ده ان انا اكتب المعادله، وبعد ما اكتب المعادله بقى اكتب له كلمتين كده. هو ايه محلول نترات الفضه يا اولاد؟ اللي هو AgNO3 زائد كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl. طبعا ده تفاعل احلال مزدوج، اي مركب شقه الاولاني موجب والتاني سالب، وده برضو شقه الاولاني موجب والتاني سالب. هنعمل احلال، يعني الموجب من هنا ياخد السالب من هنا، والموجب من هنا ياخد السالب من هنا، فيدينا AgCl
زائد NaNO3. ماشي. فين الراسب الابيض بقى يا ولاد؟ اللي هو المادة ده اللي هي كلوريد الفضة. اكتب له تحتيها بسبب تكون مادة كلوريد الفضة. كلوريد الفضة، والتي تكون راسب ابيض. راسب ابيض. يلا نكمل. امتحان البوكلت ده طويل. صوب ما تحته خط. زيادة هرمون الكالسيتونين يؤدي إلى الإصابة بمرض التضخم الجحوظي. طبعا غلط. اللي بيسبب مرض التضخم الجحوظي هو هرمون الثيروكسين اللي بيفرز من الغدة الدرقية. نقصه بيعمل تضخم بسيط، وزيادته يعمل تضخم جحوظي. طيب، ما النتائج المترتبة على تدمير نخاع العظام؟ هو ايه اللي بيدمر نخاع العظام يا ولاد؟ التعرض لجرعات إشعاعية كبيرة لفترة زمنية قصيرة. طيب، اول حاجه بيأثر على الاشعاع نخاع العظام. طب لما نخاع العظام يتدمر يحصل ايه؟ قالك ما هو نخاع العظام ده في جسمنا اصلا مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء، فبالتالي مش هيقدر يكون كرات دم حمراء، وبالتالي طبعا كرات الدم الحمراء هي اللي مسؤوله او جواها ماده اسمها الهيموجلوبين. ده بروتين، ده اللي بينقل الاكسجين من الرئتين لكل الجسم، وثاني اكسيد الكربون من الجسم للرئتين. طب لو كرات الدم الحمراء اتكسرت، قالك هيحصل انسان دوار وصداع واغماء وغثيان. ماشي. وطبعا بعد شويه يا اولاد مش هيقدر يحمل الاكسجين، فهيؤدي الى الوفاه. ماشي. اقول له اهو عدم قدره نخاع العظام على تكوين كرات الدم الحمراء، فيصاب الانسان بغثيان ودوار وإسهال، وأحيانا يؤدي إلى الوفاة. طب يقولك اذكر الكمية الفيزيائية التي تقاس بها الوحدة التالية. طبعا انتوا هتشوفوا الموضوع ده هتتخضوا، يعني هتقولوا يا دين احنا عمرنا ما شفنا حاجة اسمها فولت في ثانية. عايزة اقولك ان في ده بصوا يا اولاد، احنا اخدنا كولوم على ثانية صح؟ كولوم على ثانية دي اللي هي وحدة قياس شدة التيار، اللي هي الامبير، يعني اللي هي الامبير. طب يا مس ما دام هي كولوم على ثانيه، ايه اللي طلع الثانيه فوق؟ قال لك ما هو انت لو عايز تنقل اي وحده قياس من المقام وتطلعها للبسط، هي لو في المقام بالقسمه وانت عايز تطلعها فوق خلاها في الضرب. يعني كل الحكايه اللي هو جاب الثانيه من تحت وقام مطلعها فوق، بس حول العلامه من علامه قسمه لعلامه ضرب. يعني بالظبط اعتبرها كانها فولت على كولوم في ثانيه، كولوم على ثانيه سوري. ماشي. طبعا الكولوم على ثانية ده هي يا ولاد الامبير، اللي هي وحدة قياس شدة التيار. طب ايه اللي بيساوي الفولت على الامبير؟ احنا اخدنا يا ولاد في قانون اوم ان الاوم هو اللي بيساوي الفولت على الامبير. يعني كل الوحدة اللي هو عطاها لك الكبير ده اهي اللي هي وحدة الاوم، دي بتكافئ الاوم. طب بيقولك استخدم الرموز في التعبير عن ناتج تزاوج نبات بازلاء احمر الازهار هجين. B1 اللي هي اباء الجيل الاول، احمر الازهار هجين يعني ار كابيتال ار سمول، مع نبات بازلاء ابيض الازهار. طبعا الابيض دي صفه متنحيه في البسله، فهتبقى الحروف بتاعتها كلها سمول، لان الصفه المتنحيه دايما بتكون نقيه. لازم نعمل انعزال، يعني نخلي الار لوحدها في دايره والار التانية في دايره. طب هنا الحرفين شبه بعض، خد لك واحده منهم بس. هنزوج المشيج الاول مع المشيج الاول يدينا ار كابيتال ار سمول، والمشيج التاني مع المشيج الاول يدينا ار سمول ار سمول. هيطلع لك 50% من الناتج ابيض الازهار، و50% من الناتج احمر الازهار هجين. بس كده. طب يقولك وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة اثر اضافة حمض الهيدروكلوريكي المخفف الى محلول كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم يا اولاد اللي هي Na2CO3 زائد حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl، تفاعل احلال مزدوج. ال Na موجب والCO3 سالب، والH موجب والCl سالب. ال Na تاخد الCl وتخرج بره، والمفروض ال H هياخد ال H2CO3 بس هتتفكك اكتر لثاني اكسيد الكربون وميه. ده الناتج النهائي. يلا نكمل. بيقولك هنا جايب لنا هنا الكليه يا اولاد، وحاطط فوقها مشاور على الغده اللي فوقيها. طبعا الغده دي اللي هي الغده الكظريه، هي اللي بتبقى موجوده فوق الكليه. وبيقولك ما اسم الغده التي تؤثر على عمل الغده ب،
يعني بتأثر على الغدة ب. طبعا الغدة النخامية، لان احنا اصلا قايلين في الدرس ده اللي هي سيدة الغدد الصماء، لانها تتحكم في جميع الغدد الاخرى. طيب وضح بالرسم كيفية توصيل 4 أعمدة كهربية ق د ك لكل منها 1.5 فولت للحصول على بطارية قوة الدفعة الكهربية ليها 4.5. أنا عندي يا أولاد 4 أعمدة، 1 2 3 4، كل واحد فيهم ب1.5 فولت. عايزة أوصلهم مع بعض بحيث أحصل على بطارية قوتها الدفعة 4.5. لو أنا أخدت منهم يا أولاد 2 وصلتهم على التوازي، دول هيبقوا كده مع بعض ب1.5 فولت، صح؟ طيب الاتنين الباقيين حطهم كده توالي، ده هيبقى ب1.5 وده كمان هيبقى ب1.5، اجمعهم كده مع بعض هيبقى 1.5 و1.5 3 و1.5 كمان 4.5، يبقى انا كده حصلت على ال4.5. طيب عايز احصل على 3 فولت. احصل على 3 فولت ازاي؟ ممكن اعمل 3 توازي مع بعض بالمنظر ده، وواحد بس لوحده توالي. التلاتة التوازي مع بعض كده ب1.5 فولت، والواحد التوالي لوحده ب1.5 فولت، يبقى هما كده مع بعض 3 فولت. وفي طريقة كمان ان انا اخد 2 توازي مع بعض وارجع اوصلهم ب2 برضو توازي مع بعض. الاتنين توازي مع بعض هنا ب1.5، والاتنين توازي هنا مع بعض 1.5، يبقى يديني برضو 3 فولت. بيقول لك قارن بين صفة العيون الواسعة وصفة العيون الضيقة من حيث نوع الصفة الوراثية. صفة العيون الواسعة يا أولاد هي صفة سائدة، أخدته في دي في الجدول اللي مرسوم في الكتاب. وصفة العيون الضيقة دي صفة متنحية. وعايز هي سائدة ولا متنحية؟ طب بيقول لك عند إضافة خراطة نحاس إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف، طبعا الناس هتشوف الإخطر هم عاملين سي يو زائد اتش سي ال، هيدينا سي يو سي ال 2 زائد اتش 2. غلط. ليه بقى؟ النحاس يلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي، عشان كده لو حطينا على الحمض لا يحدث تفاعل. ليه بقى؟ لأنه أقل نشاطا من الهيدروجين ويليه في المتسلسلة، عشان كده ما يقدرش يحل محل الهيدروجين. نو رياكشن. طب بيقولك ماذا يحدث عند زيادة قيمة المقاومة الكهربية للضعف مع ثبات درجة الحرارة بالنسبة لشدة التيار الكهربي؟ مش انت اخدت يا اولاد في قانون اوم ان بتتناسب شدة التيار تناسبا طرديا مع فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة؟ قالك ان شدة التيار بتتناسب طرديا مع فرق الجهد، لكن بتتناسب عكسيا مع المقاومة. يعني ايه مع المقاومة؟ يعني المقاومة لو زادت شدة التيار تقل، والمقاومة لو قلت شدة التيار تزيد. ماشي؟ لكن شدة التيار وفرق الجهد زي بعض، لو ده زاد ده يزيد، ولو ده قل ده يقل. طب لما تزيد قيمة المقاومة للضعف هيقل شدة التيار الكهربي للنصف، ما هو عكسه تماما. يبقى هنا تقل شدة التيار الكهربي للنصف. ثانية واحدة الامتحان يحمل. بسم الله. ما شاء الله البوكلت بتاع محافظة المنيا ده سهل، مفيش فيه حاجة، مفيش فيه أسئلة لفة يعني. اهو اجي بيقولك استخرج الكلمة المختلفة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. طبيعة المتفاعلات، درجة حرارة التفاعل، تركيز النواتج، العوامل الحفازة. احنا اخدنا ده كله يا اولاد من العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل الكيميائي ما عدا تركيز النواتج، هي المفروض تركيز المتفاعلات. ماشي؟ يعني اقول له الكلمة المختلفة هنا تركيز النواتج. طب ايه اللي بربط بين الباقي؟ اقول لي الباقي دول من العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي. طب يقولك الشكل يعبر عن العلاقة بين مساحة سطح المواد المتفاعلة ومعدل التفاعل. ما احنا خدنا يا اولاد لما المادة تتجزأ ومساحة سطحها تزيد معدل التفاعل الكيميائي بيزيد هو كمان.
يعني العلاقة بينهم علاقة طردية اللي هي الإجابة ج. طيب بيقولك إذا علمت أن المستوى الطبيعي للسكر في الدم يبلغ حوالي من 80 ل 120 مللي جرام على كل 100 سنتيمتر مكعب، من الشكل المقابل عند أي نقطة يزداد إفراز هرمون الأنسولين. هو هرمون الأنسولين ده بيتفرز من البنكرياس إمتى يا أولاد؟ لما نسبة السكر في الدم تعلى. يزداد إفرازه لما السكر يعلى أوي في الدم، يزيد عن 120. ماشي. تعال كده نبص عند الرسمة. 1 100، 2 150، 3 نزل تاني ل100، و4 طلع شوية بس ما طلعش أو طلع ل120. يعني الأنسولين هيبدأ يتفرز لما السكر يعلى عن 120 اللي هو عند النقطة 2. ماشي. هيبدأ يتفرز عشان ينزله تاني يوصله للمستوى الطبيعي. طب بيقول لك قارن بين المصادر الطبيعية والمصادر الصناعية للتلوث الإشعاعي. المصادر الطبيعية للتلوث الإشعاعي يا أولاد هي الأشعة الكونية القادمة من الفضاء الخارجي، القادمة من الفضاء الخارجي، أو الإشعاعات المنطلقة من العناصر المشعة الموجودة في الطبيعة، منطلقة من العناصر المشعة. طيب المصادر الصناعية للإشعاع يا إما المفاعلات النووية يا إما القنابل النووية. دي طبعا حاجات صناعية لأن الإنسان هو اللي عاملها. تالي دي آخر صفحة. بيقولك هنا اذكر سبب تسمية الخلايا الكهروكيميائية بهذا الاسم. هما مسمينها كهروكيميائية ليه يا ولاد؟ عشان هي بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية زي الأعمدة الجافة والبطاريات. أقول له لأنها تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية مثل الأعمدة الجافة والبطاريات. طب بيقولك هنا رتب العناصر تنازليا، يعني من الكبير للصغير، يعني من مقدمة السلسلة لنهايتها حسب درجة نشاطها الكيميائي. أنا برتبها لكم يا أولاد. الصوديوم هو مش أول واحد، هو تاني واحد، بس هو مش جايب لنا البوتاسيوم أول واحد. ده أول واحد وأقوى واحد في النشاط الكيميائي. اللي بعديه الكالسيوم، بس مش بعديه على طول طبعا، في عنصر بينهم في النص. تالت واحد الألمونيوم، طبعا لازم تكونوا حافظين المتسلسلة عشان تعرفوا ترتبوه. رابع حاجة الحديد. ماشي. وبعدين SN اللي هو القصدير، وبعد كده الBB اللي هو الرصاص. ماشي. طيب بيقولك هنا وضح بالرسم الدائرة المستخدمة لتحقيق قانون أوم. الدائرة بتاعت قانون أوم يا ولاد هي دائرة محطوط فيها كل حاجة، محطوط فيها بطارية، ومحطوط فيها مفتاح، ومحطوط فيها جهاز ريوستات منزلقة، ومحطوط فيها جهاز أميتر، ومحطوط فيها جهاز مقاومة ثابتة، ومحطوط فيها اقفل بقى وبعدين طلع فرع للفولتميتر. هي دي الدايرة. وعايز بالرسم بس. بيقولك إذا حدث تلقيح بين فردين كلاهما هجين. يعني ايه يا ولاد؟ يعني مثلا ار كابيتال ار سمول مع ار كابيتال ار سمول، كده الاتنين هجينين، ونتج عن هذا التلقيح 200 فرد. تعال كده يا ولاد نزوجهم. هنعزل الاول الار كابيتال لوحدها والار سمول لوحدها، وهنا الار كابيتال لوحدها والار سمول لوحدها. هنزوج ده مع ده هيديني ار كابيتال ار كابيتال، وبعدين ده مع ده يديني ار كابيتال ار سمول، وبعدين ده مع ده ار كابيتال ار سمول، وبعدين ده مع ده ار سمول ار سمول. ده لو احنا بنقارن هنا بين صفة لون الازهار الحمراء والبيضاء هيطلع لنا ربع الناتج لونه ابيض، وتلات ارباع يا ولاد الناتج هيبقى لونه احمر. ما احنا قايلين ده في قانون مندل الاول. ماشي. اللي هي المفروض النسبة تبقى 3 لواحد. طب هو بيقول لك الافراد دول كلهم 200. يعني ايه 200؟ يعني كل واحد فيهم يا ولاد 50. يعني ده 50 وده 50 وده 50 وده 50. الاحمر 150. طيب بيقول لك هنا نسبة الافراد المتنحية، ما عنديش الا واحد بس اللي هو 50 فرد. ماشي. طب بيقول لك ما النتائج المترتبة على زيادة عدد النيوترونات في نواة عنصر ما عن العدد اللازم لاستقرارها. طبعا هنا يا اولاد هيؤدي الى ان هي يا اولاد هتصبح عنصر مشع، هتبدأ تطلع اشعاعات غير مرئية. ماشي. زي الفا وبيتا وجاما اللي هو زي عنصر اليورانيوم. هتقولي هنا اهو يبدأ العنصر في اطلاق اشعاعات غير مرئية
للوصول لحالة الاستقرار. هو بيطلع الإشعاعات عشان يصل لحالة الاستقرار، ماشي، مثل أشعة ألفا وبيتا وجاما. طب بيقولك الشكل يوضح التغير في تركيز المتفاعلات والنواتج عند الانحلال الحراري لمركب نترات الصوديوم بمرور الزمن. انتوا خدتوا معادلة نترات الصوديوم اللي هي 2NaNO3 بالحرارة، هتدينا ايه يا ولاد؟ 2NaNO2 زائد O2. طبعا دي المتفاعلات، انما دي النواتج، ماشي. المتفاعلات في بداية التفاعل تركيزها 100%، لكن في نهاية التفاعل تركيزها 0. النواتج في بداية التفاعل تركيزها 0، لكن في نهاية التفاعل تركيزها 100%، ماشي. بصوا كده يا أولاد، هيبدأ بادئ من الصفر وعامل لك منحنيين، يبقى قصده اللي بادئ من الصفر وطالع لل100 اللي هم النواتج يا أولاد، اللي هي واحدة فيهم NaNO2 وواحدة فيهم التانية O2. إنما اللي تركيزها كان 100% ونزل لحد الصفر يبقى دي المتفاعلات اللي هي NaNO3. بيقولك المنحنى رقم 1 يعبر عن مركب، طبعا ده اللي هو لسه قايله الوقت اللي هو ايه، استنى كده ما اشوفها، ايوه هي 1، هي NaNO3 لونه ايه؟ لونه ابيض. طب المنحنى رقم 2 يعبر عن NaNO2، دي نترات الصوديوم لكن دي نيتريت الصوديوم. النترات لونها ابيض لكن النيتريت ابيض مصفر. تاني لسه في صفحة كمان. بيقولك في الدائرة الكهربية المقابلة إذا تم فتح المفتاح K احسب القوة الدافعة الكهربية التي يقرأها الفولتمتر V2. بص يا ولاد، الفولتمتر V2 جايب لك عمود ومش كاتب لك رقم وقوة الدفعة، إنما V1 جايب لك عمودين موصلهم توازي وقال لك كل واحد فيهم ب3 فولت. ده يا ولاد ال V1 هيدي قراءة 3 فولت، لأن التوازي بنعتبرهم كأنهم عمود واحد. هو مش عايز V1، هو عايز V2. ال V2 دي يا ولاد اجيبها بقى من الدايره كلها، دي القوه الدافعه بتاعت الدايره كلها، ماشي، بتاعت الدايره ايه كلها، ماشي. طب انا اجيبها ازاي؟ مش احنا اخدنا يا ولاد في قانون اوم ان ج بتساوي م في تاء، ماشي. اقدر اجيبها هنا لان هو عاطيني المقاومه هي ب4 وشده التيار هي ب3، اقول له 4 في 3 يبقى يدينا 12 فولت. طيب ما المقصود بعمليه الاختزال؟ هي في مفهوم قديم وفي مفهوم الكتروني، اكتب الاتنين مادام ما قالكش حاجة. هي عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، ده حسب المفهوم الإلكتروني. إنما على حسب المفهوم التقليدي هي عملية كيميائية تزداد فيها نسبة الهيدروجين وتقل فيها نسبة الأكسجين. طب يقولك لديك 4 أعمدة كهربائية متماثلة، عند 4 أعمدة القوة الدافعة لكل منها 3 فولت، كل واحد فيهم ب3 3 3 3. وضح بالرسم كيفية توصيلها معا بين النقطتين أ وباء للحصول على تيار كهربي شدته 4.5 أمبير. أنا عندي المقاومة عطاها لي ب2، لا ب3، وعطيني بيقولك أنا عايزك توصلهم لي بحيث إن شدة التيار تطلع لي 4.5. طب ده طلعها إزاي؟ لازم أجيب فرق الجهد يا ولاد عشان اعرف انا هوصلهم ازاي، هل توالي ولا توازي ولا توالي على توازي. ما احنا قايلين ان ج بتساوي م في تاء، صح. انا عندي المقاومة هنا ب3 وشدة التيار وعطاها لي ب4.5، ماشي. 3 في 4 هي دي 3 ولا 2؟ بتهيألي 2 يا ولاد. 2 في 4.5 يديك 9 فولت، 9 فولت. طب انا هوصل الاعمدة دي ازاي عشان اخليهم 9 فولت؟ ماشي، هو الواحد فيهم ب3، ما ايه رأيك اعمل 2 مع بعض توازي كده، الاتنين دول مع بعض ب3 فولت، وبعد كده اعمل واحد توالي وكمان واحد توالي، ده ب3 وده ب3، يبقى كده هيبقى يا ولاد كام؟ ب9 فولت. لو انا خليت دول ب9 فولت والمقاوم ب2 اوم يبقى اكيد شدة التيار هتطلع لي 4.5 زي ما هو عايز. وكده يبقى خلصنا يا حبايبي. لايك وشير للفيديو وشيره لي يا حبايبي بعد اذنكم، واللي عايز اي محافظة يقول لي، وان شاء الله هنزل كل المحافظات بالترتيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.